مش براحتي يعني، مش عايز حاجه في المواجهه واي حاجه هتقولها هيبقى عندي سؤال عليها. اللجان اللي بتشتمني، اللجان اللي بتدفع لها عشان تشتمني. في ناس بتشتغل في النادي الاهلي عار على النادي الاهلي. يا عم انت كنت يعني، انا دلوقتي مثلا كلامك كله رفضه. اقسم بالله انا ما اعرف حد ولا حد حتى يا ريت يدوني فلوس، يعني يا ريت لو في حد بيدفع، انا كده مضحوك عليا، انا كده بعملها مجانا. انا كنت ناسيك لحد ما طلعت مع ابراهيم فايق. احنا نسيناك من ساعه ما كنت في الموقف اللي مش تمام في قناه الزمالك، وقبل منها نسيناك فتره بسبب مواقفك كلها اللي مش تمام مع النادي الاهلي، يعني مواقفك اللي ضد النادي الاهلي. فكنا معترضين عليك وبقينا مهتمش باخبارك لحد ما انت بتطلع تعمل اي حاجه او شتيمه او تصريح كده عايز تجيب بيه الانظار حواليك. شويه طلعت في قناه الزمالك كانت فضيحه كبيره وقاعد والمنظر ما كانش حلو، وناس كتير اتكلمت بص بص عامل ازاي، بص